بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم الكلام حول ما ذكره المؤلف رضاه الله تعالى من الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وذكر أنه يتحقق بأمور. ذكر من هذه الأمور الإيمان بأنه آت لا محالة، وكل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. فلذلك يقول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فكل ما هو آت فهو قريب. قال ثانيا: أي مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر ويتحقق به الإيمان باليوم الآخر. قال: الإيمان بأسمائه التي أوردها الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي إذا أردنا أن نكون ممن يؤمن بالله ممن يؤمن باليوم الآخر، فإننا نؤمن بالأسماء التي سمى الله عز وجل بها ذلك اليوم، والصفات التي وصف الله عز وجل بها ذلك اليوم. لا يتحقق الإيمان إلا بالإيمان بأسمائه. قال: الإيمان بأسمائه التي أوردها الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيوم القيامة، أي من أسمائه، والقارعة والحاقة والواقعة والغاشية، ويوم التغابن، ويوم التلاق، ويوم التناد، ويوم الحسرة، ويوم الحساب، واليوم الحق، ويوم الخلود، ويوم الخروج، واليوم الموعود، ويوم الفصل، ويوم الوعيد، وغيرها الكثير والكثير من الأسماء، حتى ذكر بعض أهل العلم أن أسماء يوم القيامة الواردة أي في الكتاب والسنة تزيد على 80 اسما، ويجوز تسميتها بغيرها بحسب أحداث يوم القيامة العظيمة. جاء الزلزلة، ويوم الصاعقة، وغير ذلك من الأسماء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وكثرة الأسماء ما يقال قاعدة: كثرة المسميات تدل على عظم المسمى. كثرة الأسماء للشيء تدل على عظيم هذا الشيء، تدل على عظيم هذا الشيء. فقد كثرت الأسماء ليوم القيامة دل على عظيم ذلك اليوم. قال ثالثا: الإيمان بأنه غيب لا يعلم موعده إلا الله، فقد استأثر الله بعلم الساعة لنفسه تحقيقا للامتحان ودعوة إلى المبادرة والاستمرار في الاستعداد لذلك اليوم الجلل. فمن علم عظيم ذلك اليوم استقام لله، ومن جهل موعده داوم على الاستقامة، لأنه لا يعلم متى النهاية. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. نعم، الإيمان بأنه غيب لا يعلم متى يأتي إلا الله،
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إلى ربك منتهاها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. إنما علمها عند الله. قال الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله. لا يعلمهن إلا الله. منها لا تقوم الساعة. ما أحد يعلم متى تقوم الساعة. متى تقوم الساعة. وقد استأثر الله عز وجل بعلم الساعة. ما الحكمة؟ تحقيقا للامتحان، لأن العبد إذا كان لا يعلم متى تقوم الساعة فإنه يكون دائما على استقامة استعداد لذلك اليوم العظيم وذلك اليوم الجلل. أما إذا علم فيقول أنا سأعمل ما شئت إلى قرب ذلك اليوم ثم سأصلح سأستعد لذلك اليوم. سأستعد لذلك اليوم. ولكن الله عز وجل أخفى ذلك اليوم. وما يتنبأه اليوم بعض الملاحدة والزنادقة أن الساعة ستقوم بعد كذا كذا سنة، وأن يعني الشيء الفلاني يحصل كذا، وأن الساعة ستقوم كذا. فهذا من ادعاء علم الغيب. هذا من ادعاء علم الغيب، وهذا كفر. من يدعي علم الغيب يكفر، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. لا يعلم الغيب إلا الله. قال رابعا الإيمان بأن له علامات لا يأتي قبلها أبدا. أي هذا اليوم له علامات مقدمات لا يأتي قبلها. قال وأن من علاماته ما هي صغرى ومنها ما هي كبرى. فأول دليل على النهاية وقوع البداية. أول دليل على النهاية وقوع البداية، أي وقوع العلامة قبله. وقوع العلامات قبله. علامات قبل هذا اليوم. قال وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن آيات وعلامات كثيرة تسبق هذا الحدث العظيم. قال سبحانه فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها علاماتها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أي أن لهم يعني ما ينفعهم إذا جاءت الساعة التذكر والتوبة والرجوع، ما ينفعهم ذلك. قال وقد اهتم كثير من العلماء بجمع أشراط الساعة المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ومن هؤلاء العلماء الذين ألفوا في الموضوع أي علامات الساعة العلامة محمد صديق خان القنوجي رحمه الله، فقد ألف كتابا أسماه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. قال وهو مفيد في بابه مختصر، فمن استطاع أن يقرأه فليفعل. وكذلك كتاب إتحاف الجماعة بعلامات الساعة للشيخ حمود التويجري رحمه الله. هذان الكتابان يعني ليس فقط هما هذان الكتابان الذين ألفا في علامات الساعة، لا، وإنما هما مختصران في باب ذكر علامات الساعة وأشراط الساعة. وإلا هناك كتب كثيرة وبعض العلماء ضمنها في مؤلفاته، لم يجعلها يعني خاص لها مؤلف خاص، بل تبع مؤلفاته. ألف في التوحيد أو في العقيدة وأدرج يعني وجعل في هذا الكتاب علامات الساعة، ذكر بعض علامات الساعة. ومن العلامات الصغرى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. مبعث
النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من علامات الساعة الصغرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى، أشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وهناك علامات كثيرة قد حدثت من علامات الصغرى، وبعضها لم تحدث، وسيأتي كلام المؤلف حفظه الله حول قولنا أن هذه علامة، هل يصح ذلك بالتحديد؟ قال: أما العلامات الكبرى ف10 علامات خصها الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر مجتمعة في حديث واحد، حيث جاء عند مسلم والترمذي وأبي داود وأحمد من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، ويأجوج ومأجوج، و3 خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أي هذه العلامات الكبرى ذكرت في هذا الحديث، حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، وسيذكرها المؤلف حفظه الله بالتفصيل وعلى الترتيب. قال: فقد يكون ترتيب العلامات الكبرى 10 على هذا النحو: الأولى ظهور المهدي، وهو رجل من آل بيت النبوة حقا، أي نسبه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اسمه محمد بن عبد الله، صالح الحال، كريم الخصال، يبايع على الخلافة كارها ولا يدعيها لنفسه. هذا من صفات المهدي، رجل من آل بيت النبوة، أي نسبه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له أولاد، إنما يلتقي، هم آل جعفر وآل عقيل، هذا آل بيت النبوة، فهو نسبه من آل بيت النبوة، واسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله، وهو رجل صالح كريم الخصال، ولا يدعي الخلافة، كما يظهر الآن في هذه الأيام كثير من يدعي أنه المهدي، ظهر في السعودية قبل فترة، يمكن قبل 2 أو أكثر من ذلك، رأيت فيديو ولعل بعضكم رآه، رجل يدعي أنه المهدي، يصرح صراحة أنه المهدي، وظهر أيضا في اليمن. رجل في بداية الأمر لا يدعي أنه المهدي، وإنما يقول أنه سيظهر المهدي، وأنه تلميح أولا أنه ليس هو المهدي، وإنما قد يكون هو المهدي، ثم بعد ذلك صرح، وهو من الرافضة. وأيضا ظهر في العراق، المهم ظهروا كثير، كل يدعي أنه المهدي. هذا المهدي لا يدعي الخلافة، لا يظهر يقول أنا المهدي وأنا الخليفة، لا، هو رجل صالح يبايع على الخلافة كارها وهو لا يريد. وأين تحصل البيعة؟ عند البيت الحرام، عند الكعبة،
تحصل البيعة عند الكعبة، يجتمع الناس عليه ويبايعون على الخلافة، ويبايعون على الخلافة، يعني كما يقال فجأة، ليس هناك علامات قبل أن هذا الرجل هو المهدي، يعني أن الناس تعرف أن هذا هو الخليفة، أن هذا هو قبله يعني بأيام وسنين، مباشرة يجتمعون عند الكعبة عليه ويبايعون على الخلافة، فيكون هو المهدي. قال يبايع على الخلافة كارها ولا يدعيها لنفسه. وخروج الدجال الأعور الكذاب من علامات الساعة. قال حيث يجوب الأرض من شمالها إلى جنوبها ولا يذر مدينة إلا دخلها إلا مكة والمدينة فإنهما محروستان بالملائكة. يجوب أي يسير ويمشي في الأرض من شمالها إلى جنوبها في جميع الأرض، ولا يدخل مكة والمدينة، فإنه ما من نقب على أنقابها أي مدخل من مداخلها وطريق من طرقها إلا هناك ملائكة يحرسونها يمنعونه من دخول مكة والمدينة. ومن يتبع الدجال ممن يكون في مكة والمدينة يخرجون إليه ولا يدخل مكة والمدينة، وهذا ليدل على فضيلة مكة والمدينة. قال الثانية نزول عيسى عليه السلام وحكمه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وقتله للمسيح الدجال بعد أن يعيث في الأرض فساد الدجال. يأذن الله عز وجل لعيسى بالنزول فينزل فيقتل الدجال ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. قال الثالثة هدم سد يأجوج ومأجوج، وفي تلك اللحظة يخرجون إلى الأرض يملؤونها فسادا وهم قوم ملاحدة لا يؤمنون بالله عددهم كبير، حتى وصف الله سيرهم فقال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. بعضهم يموج في بعض من كثرتهم. قال فيفسدون كل الأرض ويشربون كل ماء بحيرة طبرية، ويحتمي منهم عيسى عليه السلام ومن معه على جبل الطور حتى يهلك الله قوم يأجوج ومأجوج ثم يعود الخير إلى الأرض. يخرجون فيقتلون كل من وجدوه أمامهم، يعيثون في الأرض فسادا ويأكلون كما يقال الأخضر واليابس، ويمرون على بحيرة كبيرة فيشربونها ولا يبقون فيها شيء، دليل على كثرتهم. ويخرجون وعيسى قد قتل الدجال المسيح الدجال، ولكن يأمر الله عيسى ومن معه بأنه يوحي الله عز وجل إليه بأنه سيخرج قوم لا طاقة لكم بهم، لا تستطيعون قتالهم، هم كفار لكن لا تستطيعون قتالهم. فيخرج عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى جبل الطور فيصعدون جبل الطور. فيأجوج ومأجوج من ذكر بعض ما يفعلون أنهم يعيثون في الأرض فساد، فلا يتركوا في الأرض شيء ويقتلوا كل من وجدوه، ثم إذا رأوا أنهم بمعنى قد سيطروا على الأرض يأخذون الرماح فيقولون سنقتل من في السماء، فيرمون السهام فيرمون بسهامهم إلى السماء، يجعله الله عز وجل ترجع إليهم وفيها دم. السهم يصعد ثم يرجع السهم، فيجعل الله عز وجل فتنة لهم ابتلاء أن السهم يرجع
وفيه دم، فيقولون قتلنا أهل الأرض، قتلنا أيضا أهل السماء، قتلنا أهل السماء. ثم يعني يميتهم الله عز وجل موتة واحدة، يميتهم موتة واحدة، ثم يرسل عليهم الطير، النقف كبيرة، طائر كبير، فيعني بعد موتهم تنتن الأرض من ريحتهم، تكون رائحة جيفهم، فيرسل الله عز وجل هذه الطير فتأخذهم إلى مكان آخر، فيأذن الله عز وجل لعيسى أن ينزل ومن معه ويعود الخير إلى الأرض. قال الرابعة، أي العلامة من العلامات الكبرى، خسف في مشرق الأرض، والخسف هو سقوط قطع من سطح الأرض إلى جوفها، قطع كبيرة من سطح الأرض إلى جوفها، معروف الخسف. قال الخامسة خسف في مغرب الأرض. قال السادسة خسف في جزيرة العرب. قال السابعة خروج دابة تسم الناس بحسب دينهم، أي تصنفهم وتجعل لهم علامة، كافر مؤمن. قال وهي دابة لا يعلم شكلها إلا الله، وهي تكلم الناس وتسمهم بالكفر أو بالإيمان على حسب دينهم. قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تكلمهم كيف هذه الدابة؟ الله أعلم، شكلها الله أعلم، لكن تعرف الناس يعني حسب دينهم، أنت كافر وأنت مؤمن، أنت كافر وأنت مؤمن. قال الثامنة طلوع الشمس من مغربها، وهي من موانع قبول الأعمال بعد وقوعها. نعم، من موانع قبول الأعمال، قبول التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قال ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها، ما لم تطلع الشمس من مغربها. قال فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال ستة: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم، أي بادروا بالأعمال الصالحة حيث هي الآن مقبولة، فإذا حلت إحدى هذه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وهي علامة عظيمة لن تخفى على أحد أبدا، طلوع الشمس من مغربها لن تخفى على أحد أبدا. قال إذ فيها يتغير أمر دام طوال العمر. قال إذ فيها يتغير أمر دام طوال عمر الكون، فهو حدث عظيم وحجة واضحة يؤمن حينها بها الجميع، ولكن حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي طلوع الشمس من مغربها علامة عظيمة لن تخفى على أحد، لأنه يتغير فيها أمر دام طوال عمر الكون. طوال عمر الكون قبل هذه العلامة من أين تطلع الشمس؟ من المشرق، تطلع الشمس من المشرق، لكن هذه العلامة العظيمة تطلع الشمس من المغرب. الناس ينتظرون طلوع الشمس من المشرق، فإذا بهم يفاجئون تطلع من المغرب عكس ما هو المعتاد، فعند ذلك يوقنون، الكفار يوقنون أن ما أخبر الله عز وجل حق وأن الساعة قائمة، فيؤمنون، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لم تكن آمنت من قبل. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.